السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني جدا. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. النهاردة ان شاء الله هنعمل الأكلة الجميلة دي. أكلة سهلة وبسيطة خالص، رز بالكبد والقوانص وبطاطس محمراها كده مكعبات صغيرة. أكلة سهلة وتغيير، وإن شاء الله تعجبكم. هنعمل بقى العظمة الجميلة دي ازاي؟ هندخل على طريقة التحضير. تمام. رز وعليه الكبد والقوانص، رز مصري عادي خالص. تمام، اهو بوريكم شكله النهائي. تمام، طريقة سهلة جدا. ندخل بقى على طريقة العمايل. اول حاجة بشوح عندي البصلة مع فلفل اخضر حامي، وبقطع القوانص بعد ما تتغسل كويس وتتنضف كويس حتت صغيرة. تمام يا حبايبي، وبشوحها كده مع البصل والفلفل الاخضر، وبتحطي معاهم فصين توم، وطبعا الملح والفلفل الاسمر والفلفل الاخضر. تمام، اهو بحط الملح، وهحط برضو الكمون والكزبرة. اهو حطيت الكمون والكزبرة، دول اللي الخلطة اللي بتخلي القوانص معاكي ميبقاش فيها ريحة زفارة، مع طبعا البصل والثوم. تمام يا حبايبي، وتشوحي كويس الميكس الخطير ده، البصل مع القوانص. انا بصراحة ما بحبش احط معاها الكبد بعملها بره لوحدها، عشان بحس ان الرز معايا بيبقى زفر من الكبد، فالكبد بخليها بره، والقوانص هي اللي بحطها واسويها مع الرز بتاعها. اهو يا حبايبي، تفضلي بقى تشوحي القوانص عشان القوانص بتاخد سوا عن الكبد بتستوى قوام. تمام، اهو شوحتها مع البصل والفلفل الاخضر الحامي والكمون والكزبرة والملح والثوم طبعا. طريقة سهلة جدا. تمام، وبعد ما تشوحيها بتحطي حوالي كوباية مية. اهو هنا حطيت كوباية المية علشان القوانص تاخد السوا وما تبقاش نية معاكي. تمام، بعد كده بقى في الاخر بغسل الرز وبحطه على الخليط الجميل ده. تمام، اهو حطيت الرز بتاعي بعد ما اتغسل على القوانص مع البصلة مع الفلفل الاخضر والبهارات اللي قلتلك عليها. سهلة جدا. وطبعا بتحطي المية اللي انتي عارفاها، كوباية الرز المصري عليها كوباية مية. تمام، اهو هحط بقى المية بتاعتي وتغطي عليه، واول لما يغلي تروحي موطية النار. اهو حطيت المية، وبعد كده اول لما تغلي تحطي بقى ايه، توطي النار عليها لحد ما الرز بتاعك يستوى، وطبعا القوانص هتكمل سوا مع الرز. تمام، اهو طبعا انا هنا شوحت كل ده بالزيت مع السمنه. هنا بقى حاجه اعمل بقى خلطه الكبده الخطيره بتاعه الفراخ. برضو الكبد مقطعاها حتت كده وسط، وحطيت هنا معلقه السمنه. هنا بقى مش هحط زيت، هحط للكبد سمنه او زبده المتوفر عندك، وهحط الثوم مع الفلفل الاخضر الحامي. عايزه تحطي فلفل الوان اوكي مع الفلفل الحامي، انا هنا حاطه فلفل اخضر حامي بس. وتشوحي بقى التقليه الخطيره دي، الثوم مع الفلفل الاخضر الحامي. تمام يا حبايبي، اهو بصوا هتتشوح. تمام، لحد بس ما ياخد لون بسيط خالص، ما يزيدش عن كده عشان ما يمررش معاكي الثوم. اهو بصوا اخد لون بسيط خالص. وبعد كده حطيت الكبد بتاعتي مقطعاها انصص كده صغيرة، مش صغيرة قوي. تمام، اهو الكبد مع الثوم مع الفلفل الاخضر. هحط بقى البهارات بتاعتي
الجميلة. برضو نفس الحكاية، الفلفل الأسمر، الملح، الكمون، اهي الكزبرة. تمام، دي أهم حاجة لعمايل الكبدة، زي الكبدة الاسكندراني العادية بالظبط، بيديها طعم خطير، ولا بقى تشم ريحة زفارة ولا طعم زفارة فيها أبدا بالطريقة دي. تمام، وتفضلي بقى تشوحي فيها، ولا تحطي مية ولا أي حاجة. هنا أنا بوريكم الرز بعد ما خلاص استوى مع القوانص. بصوا منظره خطير ازاي، القوانص بقى مع الفلفل الأخضر الحامي مع البهارات مع الثوم، روعة. هنا بقى غرفت الرز اللي بالقوانص بس. تمام، وهحط بقى عليه الكبد الخطيرة بالتقلية اللي احنا عملناها، اللي هي ايه، الثوم والفلفل الأخضر الحامي مع البهارات اللي هي الكمون والكزبرة والملح، ولو عايزة فلفل أسمر حطي، عايزة بهارات حطي. بصوا بقى الجمال مع السمنة بقى والزبدة، وترشي كده بقى فوق الرز الجميل ده اللي جواه القوانص. أكلة روعة وخطيرة وتغيير في الأكل. بص بقى الجمال، تحطي بقى تقلية الكبدة الرهيبة دي فوق الوش كده على الرز، ريحة بقى ما اقولكوش، ريحة وطعم بصراحة، أكلة حرشة حرشة من الآخر. بصوا بقى الجمال اهو، روعة. وهنا بقى حمرت شوية بطاطس مكعبات، قطعيها كده مكعبات صغيرة، تحمريها عادي وبرضو تحطيها معاه، تكملي الوجبة بتاعتك. بصوا بقى المنظر والجمال والطعم بقى، لازم تجربوها بالطريقة دي، خطيرة ان شاء الله، وتقولولي في الكومنتات يا حبايبي ايه رأيكم لما تجربوها. بصوا بقى الجمال اهو، حطيت بقى الخليط الروعة ده فوق الوش. تمام، طريقة سهلة وبسيطة، ونوعتي في الأكل، والرز أصلا طعمه روعة مع البهارات والفلفل، خطير. بصوا بقى هنا بوريكم الرز مع الكبد مع القوانص، بصوا عامل ازاي، خطير ومفرفر ولا معجن ولا حاجة، والقوانص مستوية، حتة قوانص مع حتة كبدة كده مع الرز مع حتة الفلفلاية، واو، مع بطاطس، واو واو، روعة. ان شاء الله بإذن الله تعجبكم الوصفة. وهنا رشيت فوق الوش شوية كده سوداني كان عندي، عايزة تحطي الموجود عندك، مش عايزة تحطي خالص مكسرات، صنوبر، سوداني، اي حاجة، مش موجود حاجة خالص اوكي، برضو الاكلة دي حاجة زيادة يعني. بصوا بقى الجمال، تخيلوا بقى الطعم بقى معايا، روعة روعة روعة. تمام يا حبايبي، أرجو الوصفة تعجبكم إن شاء الله وبإذن الله. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي بحلول شهر رمضان إن شاء الله بإذن الله، وهنعمل فيديوهات حلوة كتير في رمضان. وأشكر متابعين يا حبايبي القدام والجدد اللي جم عندي في القناة ومشتركين عندي في القناة، شرفتوني يا حبايبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.